زلف الاول العسلامة منوان، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعي لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا رانا رايحين نحضروا مع بعض مطلوع الفارينة. هذا المطلوع من احسن وانجح وابن واسهل المطلوع ولا وصفة مطلوع اللي درته لحد الساعة، يعني بزاف بزاف هايل. ساهل، ما فيهش دلك، ما فيهش التعب، ويجي روعه روعه روعه. النتيجه راهي قدامكم، راكم تشوفوا الخفه تاعو، ما فيه والو، راهو ريشه تمسوه يدكم تدخل للداخل، وبنين. وكما قلت لكم ما فيهش كامل التعب، واللي جامي نجح معاه المطلوع هاد الوصفه نضمن لكم بلي كامل كامل تنجحوا فيه. تبعوا برك معايا الخطوات وطريقه التحضير. هنا عندي كميه تاع فارينه، عندي 7 كيسان تاع فارينه، يكونوا معمرين ماشي بومبي، يكونوا معمرين ممسوحين برك. نزيد عليه الملح، قيس نص مغرف هكذا تاع الماكله ملح. نزيد عليه مغرف معمره سكر، مغرف معمره تاني خميره الخبز. ولا حضرتوه يعني كان الحل شويه بارد، زيدوا قيس 4 هكذا تاع الخميره. انا زدت هنا سانوج اختياري. نزيد عليه 3 مغارف تاع الزيت. تقدروا ديروا زيت الزيتون، كيما تقدروا تاني ديروا الزيت العاديه. انا هنا درت الزيت العاديه. هنا زدت عليه مغرف تكون معمره حليب بودره. هذا الحليب الا توفر عندكم غير زيدوه، باسكو راح يزيد النص في هذا المطلوع. نخلط كامل هادو المقادير هادوما، ومن بعد نبدا نشمخ في العجين تاعي. هنا عندي الكاس الاول تاع الماء يكون دافي، الكاس الثاني، الكاس الثالث. دوك نوجدو هنايا، الا سحقيت نزيد منه. دوك نخلط كامل هاد الفارينه مع هذاك الماء غير بالعقل. وانا راني نزيد غير بشويه الماء باش ما نشمخش بزاف العجينه تاعي. انا راني هنا نسيب باش نطم العجينه تاعي. بصح الماء كما قلت لكم ديروا غير بالعقل حتى تتحصلوا على عجينه تكون متماسكه وتكون تتلاصق بزاف بزاف في اليد. دوك تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه. فهاد الوصفه هذه غير ما تسيوش يعني باش تسووا الوجه تاع هاد العجينه هذه، يقعد هكذا شغل مخرب هكذا شويه، ويكون يتلاصق على هاد القوام هدايا، راهو يتلاصق بزاف بزاف. غير ساعفوه برك شويه. هنا راني نضيف الماء غير بالقطره برك، الكاس الثالث راهو بريسك يعني كملته. هنا راني نوري لكم القوام تاع العجينه كيفاش يجي، راهو شويه يبان مشمخ شويه زياده ويتلاصق بزاف بزاف في اليد كما قلت لكم. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هذا واش قعد لي من الكاس الثالث، قيس 4 كاس هكذاك. صافي استعملت 2 كيسان غير 4 تاع الماء يكون دافي. انا هنا دوك نغطي العجينه تاعي ونخليها حتى تخمر للمره الاولى. هاد الوصفه هديه تستحق تخمر 3 خطرات. كي تخمر معايا هنا عندي شويه تاع زيت، ندهن برك شويه يدي هنايا باش ما تلصقش هذيك العجينه في اليد. وبليس يساعدني الزيت، تساعدني خير من الماء. هنا راني نخبط العجين تاعي على هذا الشكل. هذا هو العجين تاعها، ما تحقوش كامل تعجنوها. اون بليس كما قلت لكم مطلوع الفارين ما يسحقش تعجنوه كامل. هنا راني او ميم طون راني ندخلها في الهواء لهاد العجينه باش تجيني عجينه مليحه ومهويه من الداخل. اقعدوا تخبطوا هنايا قيس دقيقه ولا 2 دقائق هكذاك، ومن بعد تروماركيو بلي الشكل تاعها راهو بدا يتسقم، ما راهيش كيما في الاول. نعاود نحطها في هذاك الساشي هذاك، نغطيها ونخليها تخمر للمره الدوزيام. هنا كي خمرت معايا المره الدوزيام ولا المره الثانيه، هنايا نعاود نكسر لها الخمور ونعاود نخبط العجين تاعي كما درت في الخطره الاولى. بصح ندهن يدي في شويه زيت باش ما تعينيش العجينه، باسكو راهي تتلاصق كما راكم تشوفوا. هنا يعني تقدروا تخدموا بالماء، بصح الماء شويه يعني ما يساعدش بزاف كيما الزيت، سورتو المبتدئات اللي ماشي موالفين يمسوا العجين. الزيت هي اللي تساعدكم بزاف. هنا دهنتها شويه هكذا من الفوق باش ما يعاودش يلصق لي هذاك الساشي من الفوق. هنا دوك تخمر للمره لا ديرنيير فوا، المره الثالثه. هنا خلاص سي بون، راهي خمرت المره الثالثه سي بون. هنا راني وجدت البابي كويسو تاعي. انا نحب المطلوع تاعي نطيبه في بابي كويسو يجيني ساهل. وكي نخلي
الخبزه تاعي تخمر نرفدها هكذاك وهي خامره، ما يروح لهاش هذاك الخمور وتجيني مليحه. دوك نبدا نقرص الخبزات تاعي. انا هنا هاد الكميه خرجت لي 4 خبزات. نتوما تقدروا تتحكموا في الكميه، تقدروا ديروا الحجم تاعهم يكون صغير، يعني تقدروا ديروا بهم دي ميني ساندويتش هكذاك يكونوا صغار، تتحصلوا على كميه تكون كبيره. انا هنا كما قلت لكم خرجت منها 4 يكونوا متوسطين، ماشي كبار وماشي صغار. تاني ولا حبيتوهم يجوكم كبار يعني بزاف، تقدروا تتحصلوا على 3 خبزات يكونوا كبار شويه بارابور الحجم اللي درتو انايا. هنا راني نسوي كامل الوجه تاع هاد الخبزات، وراني نسيي باش يكونوا كامل كيف كيف. ومن بعد نحكم بالوحده نعاود نسوي لها كامل الوجه تاعها. هنا راني نوري لكم دوك نوري لكم النباب اللي خرجوا في هاد الخبزه هذه. هنا تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي ناجحه ورايحه تخرج لكم مليحه. انا دوك نحكم بالوحده ونجوزها على شويه سميد. انا السميد تاعي هنايا رطب هذاك رقيق، كما تقدروا تاني تستعملوا سميد الموايا ولا تستعملوا الفارينه كما حبيتوا. نجوزها كامل هكذايا ترفد شويه سميد بصح نفضوا هذاك الزياده هذاك باش ما يتحرق لكمش في الطاجين. ومن بعد نخليهم هنايا باش يريحوا شويه. قيس 2 دقائق ولا 3 دقائق هكذاك، قيس ما نحط برك الطاجين تاعي يسخن شويه. ومن بعد نجوز لها كامل هكذايا يدي ونسيي نحلها كامل بهذه الطريقه هذه. بصح سيو برك باش تخدموها كامل كيف كيف. وإلا شفتوا بلي ما جهه طالعه ولا جهه شويه حابطه ولا ماشي كيف كيف، تقدروا تستعملوا الحلال كما درت انايا، بصح ما تضغطوش برك بزاف على لاباط تاعكم. جوزوه برك هكذاك من الفوق باش تنحوا برك لي تخاص تاع يديكم وتضمنوا بلي الخبزه تاعكم راهي يعني مستويه وتجيكم كامل كيف كيف. هنا كي كملتهم كامل خليتهم باش يروبوزيو شويه. ومن بعد بديت بالخبزه الاولى اللي درتها، واسيتها درتها في هاد الخشبه هذه ودرتها في الطاجين تاعي على هذا الشكل. يعني طريقه بزاف سهله كما قلت لكم، ميم المبتدئات يقدروا يخدموا بهذه الطريقه تجيكم بزاف سهله وتتحصلوا على مطلوع بزاف هايل. هنا راني نطيب فيها على نار تكون متوسطه، وراني اشكفوا راني نحركها باش نتحصل على اللون يكون موحد. وبواسطه موس ندير هذه الحركه باش نحي لها كامل هذاك الزياده تاع السميد. ومن بعد قبل يعني ما نقلبها من الجهه الاخرى جوزت لها هكذايا شويه تاع الزيت بواسطه بنسو باش نتحصل على لون يكون احمر ويكون شباب. هنا راني نوري لكم القوام تاع هذا المطلوع اللي جا بزاف طري بزاف اون ديغي موسكوتشو. الا جربتوا هذا المطلوع راكم رايحين تتحصلوا على نفس النتيجه، الا بيان سور تبعتوا لا فيديو وطبقتوا كامل هادو المراحل. نقعد نحرك فيه كامل هكذايا. كي قلبت المطلوعه تاعي من الجهه الاخرى تاني زدت عاودت جوزت لها بانسو هكذايا باش نتحصل على لون يكون احمر ويكون هايل. انا دوك نكمل نطيب كامل المطلوع اللي عندي. ومن بعد كي نكمل نحكم مقله نحط فيها شويه زيت، شويه برك ماشي بزاف، نحطها فوق النار حتى تسخن مليح. ومن بعد نجوز هذوك المطلوعات هذوك اللي عندي على هذوك الحواشي ولا هذوك الحواف هذوك حتى يتحمروا كامل معايا ونتحصل على هذا اللون الذهبي الشباب هدايا. هنا راني نوري لكم المطلوع تاعي. قسمت لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعو ولا تشوفوه من الداخل كيفاش خرج مبرج كيفاش خرج مهوي وخفيف. هايل هذا المطلوع. نضمن لكم الى سيتوه بهذو المقادير ولا بهذه الطريقه راكم رايحين كامل تنجحوا فيه وتفرحوا كامل العائله تاعكم بهذا المطلوع الهايل هدايا. الى عجبتكم الوصفه تاعي لنهار اليوم نتمنى تخلوا لي جيم وتخلوا لي دي كومونتير باش تشجعوني نزيد نحط لكم دي فيديو واحد اخرين يكونوا ناجحين باذن الله. نخليكم الى وصفات واحد اخرين ان شاء الله. سلام.